الزيت المستعمل سعره بيوصل ل35 جنيه. كلنا بنشوف عربيات الزيت المستعمل. اللي عنده زيت مستعمل بيشتري منك الكيلو ب35 جنيه. ما تفرحش انك بتبيع الزيت اللي مستعمل عندك ب35 جنيه. كلنا نفسنا نعرف ايه اللي بيشتروه بيعملوا بيه ايه. التجار بيشتروا الزيت المستعمل بسعر بيوصل ل35 جنيه، وبيعيدوا تدويره من جديد وبيبيعوه تاني ب70 جنيه للمطاعم، وبيوصل لك للمستهلك بيوصل ل100 جنيه من تاني بعد إعادة تدويره. طب إعادة التدوير دي بتتم إزاي؟ هنعرف تفاصيل تدوير الزيت المستعمل. كل 20 كيلو زيت بيتعمل لهم خلطة بكيلو نشا على كيلو مية باردة، وبيدوبوا النشا في المية كويس جدا، وبعد كده بيضيفوا الزيت المستعمل وبيحطوه على نار هادية، مهما كان بقى زيت اسود او في رواسب او زيت لحمه او زيت سمك او زيت مقلي في بتنجان وطعميه. كل ده هتلاقي النشا سحب كل الكلام ده، وبترسب في النهايه في قعر الحله اللي بتغلي فيها الزيت، وبيتم تصفيه بقى الزيت بمصفاه، وبيرجع لونه اصفر صافي احسن من الاول، وبيرجع تاني حضرتك على صوره زيت نقي فاتح 100%. وعمرك ما تقدر تعرف انه مستعمل قبل كده غير بالتحليل. طبعا مين هيحلل الزيت اللي بيشتريه؟ طب الطريقه دي صحيحه؟ لا. لو حكمت عقلك وبحثت هتعرف انه مضر جدا جدا جدا. الكيلو ولا 2 كيلو زيت اللي انت فرحان بيهم وتبيعهم ب 30 ولا ب 35 جنيه بيكونوا سبب في اذيه ناس كتيره. حضرتك ممكن تكون بتشتري زيت نظيف جوده عاليه، لكن في ناس غلابه ما يقدروش يشتروا الزيت النظيف الغالي، وبيشتروا الزيت السايب اللي كنا لسه بنحكي عليه ازاي بيعيدوا تدبيره. وعلى فكره اغلب مطاعم الفول والطعميه والمطاعم اللي بتقلي بتستخدم زيت مجهول متعبى في جراكن غير امنه، صفرة او سودة زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، لرخص سعرها، واللي هو طبعا معمول لها اعاده تدوير من جديد. طب ايه الامراض اللي بيسببها اعاده تدوير الزيت المستعمل؟ اهمها واخطرها مرض السرطان. اللهم احفظنا يا رب. يعني اكيد وانت بتبيع الكيلو ولا 2 كيلو اللي بتبيعهم للتاجر اللي ما عندوش ضمير، اللي بيعمل اعاده تدوير للزيت تاني من جديد، انت بتشارك بايدك في انتشار مرضى السرطان. يا ريت اللي عنده زيت مستعمل ما يفرحش انه خد منه 30 ولا 2 ولا 35 جنيه. ارميه احسن، وما تشاركش في قتل حد او حد يجيله مرض بسببك ويدعي عليك.